لما الاشكال اللي انت هتشوفهم ده هم اللي راكبين الترندات في مصر، اعرف يا صاحبي اللي احنا كده في الضياع. بص لها اهي، اضحك. اضحك يلا. مستني حاجه يعني اللي انا اقولها لك يعني ولا حاجه؟ يا تكون مستني. هطلقك اتجوز عليك. انا الكلام بسيط. اتجوز تاني واتجوز تاني واتجوز رابعه. اتجوز ولا اروح اشوف لك اتجوز مكان سته. فيها. بتجوز واحده بقى. اتجوز سته. هشوف بقى الحريم بقى منميه ورايا ازاي. ماشي. يعني واحد من بيت عمنا، انت فاكرني الجواز سهل؟ من بيت عمي هم اللي طلعوا الحاجات دي عني. بعد ما طلعت على النت احمد سكر ظهر. قالوا ده العريس. كدابة. ايه اسمها بس، وانا لا كدابه ولا مش كدابه. راح قالوا ده العريس مكتوب على الجواز والعروسه ما اعرفش ايه. قعدوا يتكلموا. العريس مغصوب على الجوازه. اه مين اللي بيقول له كده؟ عشان اخته كانت ماسكه عماله تضرب فيه. هو كان ماشي يعني ايه في الفرح مش ماسكني. انت ما تخافش من الهبل، خاف من خلفتي. ما رضيتش اصار معاه. اصار معاه ليه؟ اصار بنزلت دي اصار معاه. عايز اعمل معاه فيديو. الفيديو ده ممنوع. المحامي قال لي يا حبيبي ما تبقى كذا. خلي بالك ممنوع. نسمع بعض يا محمد. استاذ كريم قال لي ممنوع. اتفضل يا استاذ كريم. انت اللي قلت ممنوع؟ قلت له ممنوع عشان ما يتمش استغلاله. يعني انا معايا الاستاذ كريم محامي بتاعه كان قاعد في نفس القعده وقال لك مش هتتصور معايا يا محمد. يا باشا لا يا استاذ احمد، هو حضرتك دلوقتي حضرتك شايف هم على الفطره. هم على الفطره، فالناس بتتحايل. فممكن يستغلوهم. فما اضمنش هو ممكن يقدم محتوى ايه معاه. عشان انت يا حبيبي كاتب عقد مع واحد اسمه احمد سكر. انت عارف جالي رسائل. قول انت بقى واحكم. قول انت واحكم. هم دول اصحاب الترندات في مصر.